بصوا القناة الأولى على الصبح عشان أنا بمرضي الله خلاص. كل شوية على مين على مين على مين على مين، هو فعلا على مين؟ يعني على مين هتعمل صايع ومتطور ومدينة عالمية وهي أصلا عادية. الجونة عندك من زمن الزمن ما تعملهاش كده، شرم الشيخ ذات نفسها ما تعملهاش اللي انت بتعمله ده. هو انتوا كل لسه برضه في من ايام عبد الناصر والسادات وحسني مبارك، كل رئيس يجي يمسك في محافظة ولا يمسك في ترس ويفضل ايه هو بايظ. لا حول ولا قوة. فاهم لكم ازاي؟ طيب حبيبي، والله 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 اللي هم بيعملوه ده ما هو الا ضحك على الناس. ليه؟ العالمين دي هي اتباعت خلاص. ده مش انا اللي بقول، ده هو اللي بيقول. هو بيقول ان ده ايه؟ استثمار. طيب ايه وجه الاستثمار النافع لبلدي في ظل ظرف زي اللي احنا فيه؟ احنا عايزين ايه؟ عايزين توظيف. عايزين ايه؟ عايزين نسبة دولارية تخش البنك المركزي وتتحول لجنيه وتتصرف في السوق ايه؟ وتعمل رأس مال في السوق. طيب رأس المال اللي في السوق ده هيجي منين وانت عامل لي استثمار عقاري؟ هيجي كده من جانبين: الطائفة اللي هتبني المدينة، تمام، وتمن قطعة الأرض اللي انت خدتها. طبعا انت خدت تمن قطعة الأرض وديعة دولارية، وهو فك فلوس بالجنيه عشان خاطر يصرف على العمالة والتشغيل. طبعا هو صرف على نسبة اداك مثلا انت النسبة الدولارية، فانت بدلتها بالجنيه والموضوع بتاعك انتهى. طبعا بيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك العمالة اللي شغالة. طبعا هو داخل استثمار. هل هو اما يصرف عمالة نسبة التشغيل فلوسها تكون قليلة عليه عشان خاطر بالجنيه المصري، هل ده هيخلي فيه ضخ فلوس في مصر وهيعمل توازن في التبادل التجاري بتاع الاستثمار بتاع عائد المكسب على الفلوس بتاعته؟ طبعا هنا عايز اقول لك ان مفيش الكلام ده خالص. ده نظام هديك بالقفا بدل القفا 20. بص، بيعتك ارضك وخدت منك فلوسك وما ضختلكش فلوس، ورجعت الفلوس بتاعتي وديعة دولارية، وخليت المكسب بتاعي متضاعف بشكل خيالي، وخليتك كمواطن كحيان وكبلد كحيان. يعني لا اكلتك ولا شربتك. هو ده اللي هيحصل معاك. لا تكون مفكر ان انت هتختني قدام ولا الكلام ده كله كده. فكر كويس وافهم ان العالمين دي مش حقيقة، ولا هي ولا العاصمة ولا اي مستثمر يخش يقول لك انا هعمل الكلام ده. انتوا ما بتضخوش فلوس للنسبة التشغيلية كبيرة عشان هي تقدر تضخها في السوق في بيع وشراء، فتقول عليا انا في الضرايب والاقتصاد بتاعي يعلى والمواطن يقدر يحوش ويعيش وينمي نفسه ويعلم اولاده ويصرف صحة ورعاية والكلام ده. فطبعا انا عايز اقول لكم بما يرضي الله كده كلكم ولا اي حاجة، ولا ليكوا عايز بصراحة. ناس عايشة في الوهم، عمالين يقول لك عاصمة وإيش حي حكومي وإيش مش عارف أنا عملت كوبري، وواحد راح في طريق السويس دخل يمين في الصحراء وعمل لي فتحة في الجبل، صرف وهد وعمل. انتوا نايمين هنا؟ انتوا شايفين ايه بالظبط؟ انا مش عارف انتوا عاملين الدماغ دي فين. انا نفسي اوصل للليفل بتاعكم، مش عارف. قعدت ادور عند كل بتوع المخدرات مش لاقي المخدرات اللي انتوا شاربينها دي، مش موجودة اصلا.